عندك مرسو خبز وحبيبه باذنجان. تبعي معايا نديرو وصفه شابه بزاف وبنينه. معكم حوريه كويزين كالعاده في وصفه جديده. نبداو على بركه الله. عندنا حبيبه حار، عندنا وحده قرفه، عندنا حبه حار قناوه اختياري، عندنا مغرفه مارغرين، عندنا الفلفل الكحل، عندنا زعفران، عندنا الثوم، عندنا البصل، عندنا كميه تاع الملح، حبه حبيبه طوماطيش مربيه، عندنا هنا الخبز اليابس اللي يبقالك تقدري تقطعيه هكا بصح نشمخوه، عندنا هنا الطرف تاع نص كويس تاع الدجاج، وعندنا هنا نص صدر، وهنا عندنا حشيش ومعدنوس، حبيبه باذنجان ونص حبيبه تاع بصل، وعندنا هنا المول اللي باش نحطو فيه الطبق تاعنا اللي باش نوريكم الطريقه كيفاش نديروا الوصفه تاعنا. وهنا تاني جرى ان شاء الله اللي باش نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا عندنا ما نكتروش بزاف الزيت، عندنا 3 مغارف تاع الزيت باسكو راح نديرو المارغرين. عندنا هنا المارغرين، عندنا نديرو شويه تاع الملح. الملح يعني تملحو اختياري، كاين اللي يحب مالح بزاف، كاين اللي يحب شويه. ونحطوا الدجاج تاعنا يتقلى لنا ملاح. وفي اشواط نجو نرحوا الكميه تاع الصدر تاعنا اللي عندنا تاع الدجاج وحبيبه تاع الباذنجان والبصل. من المعدنوس والحشيش، نخلو شويه من بعد التزيين. نديرو كميه قليله تاع الملح باسكو ملحنا في الطريقه تاعنا. نديرو كميه تاع فلفل الكحل، وشويه كميه تاع الثوم، ونرحيو نقص ملعقه واحده شويه برك تاع الزيت. نغلقوا الاشواق تاعنا كاع المكونات هكذا يعود معنا الخليط متماسك. بعد ما تقلى لنا شويه الدجاج تاعنا نزيد ثاني حبيبه طوماطيش، حبيبه واحده، نديروا وحده قرفه، نديروا حبه عكري، وحده حبيبه تاع الحار، ونديروا عليه البصل والثوم. نزيدوا شويه تاع الفلفل الكحل، نديروا شويه تاع الزعفران، نفرغ الخليط تاعي كامل لهنا اللي هو صدر تاع الدجاج، معدنوس، ثوم، البصل، حبيبه تاع الباذنجان. هنا بعد ما تقلات لنا مليح نجو هنا ونمرقو بشويه ماء دافي. الخبز اللي كنا خليناه يابس اللي كان عندنا نشبكوه شويه بالمرقه باش نخلطوه مع الخليط تاعنا اللي كنا رحيناه. خلطوه كاع مع الخليط تاعنا، تقدروا تستعملوا يدكم، انا نستعمل يدي. خلطوها كاع. هاد الوصفه تقطع كميه كبيره، تقطع لنا كميه كبيره. هنا بعد ما خلصت الخبز تاعي كامل مع هذيك الخلطه ديالي، الصدر تاع الدجاج والباذنجان والبصل الثوم والفلفل الكحل والملح، هنا دهنت كاع المول تاعي بشويه تاع الزبده. ونبداو بسم الله. كامل الاخر تاعنا هكذا. هنا بعد ما عمرنا كاع المول تاعنا نروحو نحطوه في الفوغ. نحطو المول تاعنا على 250 درجه، نخلوه حتى يتحمر لنا مليح.
وهذه هي النتيجه النهائيه للطبق تاعنا تاع اليوم. انا رافقته مع البطاطا، تقدروا نتوما ترافقوه بحاجه واحده اخرى. وهذا الطبق بزاف عائلي واقتصادي وبنه ما شاء الله. الى عجبتكم الوصفه شاركوني على اليوتيوب، وشكرا.